في عام 1970 قرر الفنان السوري المصري فريد الأطرش التمتع بإقامة مستقرة في مدينة بيروت بعد أن ضاق ذرعاً بالإقامة المؤقتة في الفنادق. كان قراره هذا مدفوعاً برغبته في الاستقرار لفترة أطول في العاصمة اللبنانية الساحرة، وبحثاً عن مكان يوفر له الراحة والفخامة، وجد شقة كبيرة تقع في روف، عمارة أنيقة في محلة اللويز، وهي منطقة لا تبعد سوى 5 دقائق بالسيارة عن قلب بيروت النابض بالحياة. كان للأطرش رؤية واضحة لما يريد من تلك الشقة، فلم تكن المساحة الكبيرة كافية له دون أن يضفي عليها لمسات تعكس ذوقه الرفيع. لذلك استعان بصديقه المهندس غوب أصلانيان، ووكله بمهمة تصميم الديكورات التي تليق بمكانته وذوقه الرفيع. واستجابة لرغبته، أبدع المهندس في تحويل الشقة إلى لوحة فنية غاية في الأناقة والجمال، حيث تم تجهيز كل زاوية منها بعناية فائقة لتكون ملاذاً مريحاً لفريد الأطرش. ولم يكتف الفنان بذلك، بل قام بتزيين شقته بالمفروشات والتحف الثمينة، ليخلق جواً يعكس شغفه بالفن والجمال. بذلك أصبحت الشقة مكاناً ملائماً لتأملاته الإبداعية، ومنزلاً يفخر به في بيروت، تلك المدينة التي طالما ألهمته وفاضت خلالها أعماله الفنية بالنجاح والتميز.